طلع الموضوع مختلف تماما. في موضوع هدير عبد الرازق ده مختلف عن الواقع وعن اللي منشور على السوشيال ميديا. مش هي الا ان جوزها دخلها غصب الشقه، وطلع العكس تماما، لان فعلا ظهر فيديو ليها وهي بتقتحم بيت طليقها. طب ليه ده بقى؟ تعال نشوف الموضوع من البدايه. طبعا انتشر لهدير عبد الرازق في تسجيل صوتي وباعترافات هدير ان جوزها هو اللي دخلها غصب الشقه وسحلها وضربها ضرب مبرح، وهو كان بيتعاطى المخدرات ودخل مصحه وخرج وزاد المبلة طينه وما بطلش اللي بيشربه. طب ليه الرسائل المضاده دي؟ هي بتقول انه دخلها غصب، ولكن بالفيديوهات بتظهر فيها هي اللي دخلت واقتحمت منزل طليقها. وازاي الفيديو اللي فيه ضرب وسحل من طليقها يكون مصور في شهر 2 وتنزله على الانستجرام في شهر 7؟ الحكايه دي فيها ان اولا هي هدير كانت فاتحه لايف ليها وهي اللي الحكومه بتقبض عليها، وكانت بتستنجد باي حد بيشاهدها، وقالت فيه ان اهل طلاقها هم اللي شهروا بيها وطلعوا عليها سمعه وحشه. ولكن اللي عاوز يجيب حقه فعلا ما ينزلش الفيديو على السوشيال ميديا، ما يكونش علني، تروح لاي مكان فيه امن وتسلم ليهم الحاجات وهي شايفه انها مظلومه. في وقت ما الحكومه راحت على شقتها في القاهره وزورها في اللايف، تعال كده نشوف قالت ايه. انا مش هفتح باب، انا مش هفتح الباب، انا مش هفتح الباب. هجهز لي النيابه والله امر ضبط وابقى تعالى. مش عايز اقول حاجه، انا بواجه دلوقتي. انت جاي تاخدني باي شكل وانا باي صريفه؟ هو مين اللي المفروض يتاخد؟ يا جماعه دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا لايف، نقطة مدينتي بتكسر عليا باب الشقة عشان ياخدوني ومعاهم زفت التين طليق. انا باب الشقة بيكسر عليا، انجدوني بقى، انا عايز حد ينقذني. الكلب ده جه خبط وقال لي افتح، انا عايز اتكلم معاكي، وانا معايا اختي الكبيره وابنها في البيت. فتحت لقيته جايب لي النقطه بالوسايط بقى، بالتليفونات اخوه ابونا وماشيه وسايط. الناس دي كانت خدتني قبل كده وبهدلوني بغير وجه حق. انا قاعد على اختي لوحدها ودلوقتي باب الشقه كان بيتكسر عليا. انا بس كلمت والدي، انا مش كل مره يحصل فيا كده واتبهدل. هو يا باشا مفيش، انت فين بقى؟ طب يلا، طب يا عم محمد معاك موجي يعني بره على الباب يا عم محمد، وبيقولوا لي عايزين نكسر الباب، فانا قلت لهم بابا جاي وهي بتغير. بص سدين الباب العين السحريه بايديهم. ما هي بتعمل اهو سدين باب العين السحريه بايدهم. ابن الكلب المؤمن الوسخ، ابن الحرام. بس يلا غيري، بس يا حبيبتي اكلم الشرطه، اكلم الشرطه. شرطه ايه اللي جايب لي بيقول لي مباحث الاسم، اسمي ايه انا ما اعرفش. واصل لما قفلت بقى في وشهم وما رضيتش بيقولوا لي افتحي نتفاهم، احنا جايبينه وقابضين عليه هو كمان. قابضين عليه ازاي؟ حسين جايب لي الحكومه الواطي. هو اللي حبسني قبل كده، وهو اللي فضحني قبل كده، هو واهله تجار المخدرات الزباله، هو القاصر. ظباط جايين وصايد وتليفونات جايين ياخدوني انا.
بصوا جسمي اللي متقطع منه، جسمي اللي مقطعه يا ابن الكلب. وزي ما شفتوا كده ان اي حاجه بتطلع فيها لايف فيديو هي كده بتورط نفسها اكتر واكتر، لانها عماله تقول ان اهل طليقها عندهم مصايد وهتحبسوني ليه، انا مش هتحبس تاني، ولكن الحكومه بتنفذ امر بلغوا بيه، فهي كده مورطه نفسها اكتر واكتر. تعال نشوف كل اللي حصل بالتفاصيل. هدير اتعرفت على طريقها زمان في شغل، علاقه حب سريعه، جواز بعد شهور، وطفل جه بسرعه. بس مع الوقت العلاقه بدات تتغير، خناقات، عدم تفاهم، ضغط مادي ونفسي، واللي زاد الطينه بله الغيره. هدير كانت بتقول انه بيخونها وكده يعني، وبعد 3 سنين الطلاق حصل، لكن الطلاق ما كانش نهايه القصه، كان مجرد بدايه لحكايه اغرب من الخيال. بعد الطلاق هدير فضلت تبعت له رسايل، الموضوع طلع العكس تماما اهو، وتقول انا لسه بحبك مش هسيبك، هتشوف مني ايام سودا لو قربت من حد غيري. هو ما خدش الكلام على محل الجد، او يمكن كان بيحاول يتجاهله، بس هدير كانت بترتب لحاجه من ورا الكواليس. يوم 18 يوليو 2025 الساعه 6 الصبح، الكاميرا بتصور هدير وهي بتقتحم من فوق البوابه وهي بالمنظر ده، وانها طلعت اليد الكبيره في الموضوع. ولكن لسه لحد دلوقتي الموضوع مش رسمي، ومفيش اي حاجه بتوضح اللي حصل من البدايه للنهايه بكل وضوح.